بسم الله الرحمن الرحيم. من المتحف المفتوح في أسد معابد مصر، وأمامنا هناك مقصورة الملك تحتمس، أهو تحتمس الرابع من حتب الأول. هناك المقصورة البيضاء، وهنا سنوسرت الأول من الدولة الوسطى. طبعا عارفين تحتمس الرابع ده من الدولة الحديثة، من جولدن ايج، من الأسرة 18، وكذلك المثل من حتب الأول هناك. وهناك كده في تحتمس الرابع بقايا معبده عيد بناء هناك، وفي مقصورة مين؟ حتشبسوت. طب ايه الغرض من الكلام ده؟ ماشي، الغرض ان المتحف المفتوح ده او المتحف المكشوف، ماشي، بنحاول نعيد بناء بعض المقاصير اللي تبقى طبق الأصل زي ما كانت عليها في العصر الفرعوني. طيب عندي هنا فكرة مثارة، اللي هي ايه؟ احنا حاليا في صالة الأعمدة الكبرى بنحاول نعمل سقف جديد من الخشب. طيب احنا هنا لما جت ترميم اتعمل علشان يبقى مطابق طبق الأصل، يعني ايه؟ من بقايا الحجارة اللي اتوجدت، وعيد البناء علشان البناء طبعا يبقى زي ما كان في الأصل في العصر الفرعوني. وأنا بطرح سؤال حضراتكم، جمال سعد الفقير لله جمال سعد، اللي هو إيه؟ إنه السقف المعمول بشكله خشب، السقف الخشبي في صالة الأعمدة الكبرى، إيه المانع إنه ياخد يعني شكل لون بويا زي لون الحجر؟ طيب ماشي، ده حاجة. ونعمل فواصل ما بين الحجر، يعني نعمل إيه؟ زي مارينا كده ما بين في السقف نفسه، في السقف الخشبي نفسه، بحيث يعني عبارة عن خشب كده رفنع، يبان ان هو ده زي كأنه حجر طبق الأصل، يعني زي كأنه السقف مسقوف بالحجر. لأنه بصراحة الشكل الخشبي على كده سادة، والشكل الخشبي بالطريقة المعمولة دي يعني يعني جانبوا كثير من الصواب. فمن الأفضل تشد سقالات تاني، وتتعمل بوهية وطبعا ده مش مستبعد، دلوقتي الكمبيوتر يشكل لك بوهية زي ما انت عايز، تبقى تاخد شكل الحجر نفسه، ونعمل فواصل زي كأنك ايه عامل سقف من الايه الحجر. لانه من الصعب بمكان دلوقتي علشان نعمل بلوكات حجرية ونعمل السقف فين؟ في صالة الأعمدة الكبرى بالحجر. لا لا لا، صعب جدا، لأنه الحجر طبعا من جبل السلسلة، وحجر ضخم وبلوكات حجرية ضخمة، وما عندناش الإمكانيات اللي احنا ايه نسوي أو نعمل نفس الأفكار. لكن من السهل طبعا نعمل الخشب، فالخشب ممتاز المعمول له تمام، بس احنا عايزين نطهي عليه شكل. طبعا ده فكرة الفقير لله جمال سعد، نطهي عليه شكل ايه؟ مظهر شكل الحجر، بحيث نرسم كده ايه زي كأنها بلوكات حجرية معمول بيها السقف. بس ده كان رأيي، ومن السهل يتعمل، يعني من السهل بمكان ان تتجاب سلالم عالية. يعني احنا عندنا في جامع المنشية، جامع صلاح الدين في الأقصر، في عندنا سلالم عالية خالص، يعني السلم عالي خالص. يعني لما ناجي بنبهوج السقف بتاع الجامع، البهوجية بيوصلوا لفوق خالص، يعني انت مش محتاج تنصب كمان سقالات، لا، تجيب سلالم زي كده، سلم خشبي، وتروح طبعا تخلي الفنانين، تختار فنانين كويسين من هيئة الآثار المصرية، وهم من كسر طبعا ومصريين، وعلى 10 من الدقة، يروحوا عاملين بوهية بنفس لون الحجر الرملي، وبعدين يعملوا الفواصل زي كأنه فواصل الخشبية دي زي كأنه ايه بلوكات حجرية ما بينها وما بين بعض. وده كان فكرة النهاردة حبيت أقولها لكم من المتحف المفتوح في أسد معابد مصر، معبد الكرنك. وطبعا في أفكار وأسرار لسه موجودة كثيرة جدا، وإن شاء الله نتابع ونقول لحضراتكم الأفكار دي من أسد معابد مصر. وبالتوفيق إن شاء الله، مع السلامة.